بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل بسبوسة محشية بالقشطة. بسم الله وعلى بركة الله. نحط بيضتين، بعدين بنحط الفانيلا، معلقة فانيلا، بنحط السكر كاسة إلا ربع، نحط علبة قشطة، كاسة سميد، ونص كاس حليب، ونص كاسة زيت، ونص كاسة جوز هند. بنحط البيكنج باودر معلقة كبيرة ورشة ملح، وهلا بنحطها بنخفقها. وهنا هيك عملنا الخليط وقسمناه نصين عشان نحط طبقة تحتانية وبعدين نحط الطبقة الفوقانية فوق القشطة. حطينا شوية زيت على البايركس بدنا ندهنه وندير عليه الخليط. حطينا هنا الخليط في البايركس، نعمل له هيك خبطتين بس عشان يطلع منه الهواء. هلا بنحطه بالفرن، نحطه بقلب الفرن على درجة حرارة 180. هلا بدنا نعمل القشطة. بنحط كاستين حليب، بنحط 4 معالق نشا، بعدين بنحط علبة قشطة، أربع قطع جبنة أي نوع بدكم إياه عندكم موجود بتحطوه، تهرسوهم أول عشان ما يتكتلوا بالحليب، بعدين بتديروهم على الخليط. بعدين بنخفق كل المكونات على البارد، بعدين بنحطه على النار. هي ندوب كله بنحركه على البارد، بعدين بنرفعه على النار عشان ما يصير عندنا تكتلات. هينا بنعمل عادين بالقشطة. هلا بس تجمد القشطة بنطلع الصينية بتكون خلصت، بنديرها عليها وهي سخنة. هيك القشطة خلصت. نحط القشطة على طبقة البسبوسة الأولى. حطينا طبقة القشطة فوق البسبوسة الطبقة الأولى. هلا بس تبرد شوي وتعملها طبقة، تعملها وجه، بنحط الطبقة الثانية بندخلها الفرن. هلا بعد ما حطينا طبقة القشطة وصار لها وجه طبقة القشطة، بنحط عليها الطبقة الثانية وندخلها الفرن. هنا حطينا الطبقة الثانية زبطناها مزبوط على الوجه. هلا بدنا نروح ندخلها على الفرن. هنا حطيناها بالرف التحتاني وولعنا الشواية من فوق عشان ما تكونش النار مباشرة عليها وتستوي مزبوط. بس طلعنا من الفرن هلا بدنا نحط لها قطر، تكون هي سخنة والقطر بارد.
بعد ما حطينا القطر هلا بس تبرد شوي بندخلها الثلاجة، خليها ساعتين على الاشي بالثلاجة بعدين بنطلعها. يلا وهيك خلصت البسبوسة تبعتنا المحشية بالقشطة وزيناها الفستق الحلبي. وملاحظ بس لما تعملوها شقوها من النص عشان القطر ينزل بقلبها لما تحطوا القطر. وهيك خلصت البسبوسة تبعتنا بالقشطة. واحنا بس في ملاحظة، حطيت انا نص كاسة حليب سائل على الخليط عشان فيها جوز هند عشان تكون رخوة شوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.